أهلا وسهلا، مرحبا بكم في محلنا ديال غوسيست. كانوا تواصلوا معنا بزاف ديال الناس في الوقيته ديال الدخول المدرسي على انهم باغيين يتعاملوا معنا بالمقابل او باغيين يتعاملوا معنا ولكن ما تعرفوناش. وانتم كيف كتعرفوا في التوقيت ديال الدخول المدرسي كيكون عندنا شهر ديال الخدمه، تيكون علينا ضغط، كتكون خصنا نخدموا السلعه والناس راه عارفين هذه الخدمه اللي كيخدموا معنا في الدخول المدرسي. لا كوموند كتخدم اليوم خصها تخلص خصها تخرج، كيكون علينا ضغط. الناس براسهم تيكونوا مضغوطين لان تيتقداو شاك جوغ. حنا كتكون عندنا سلعه كثيره، عندنا وقت محدود في الخدمه، فكيكون صعيب علينا اننا نتناقشوا مع الناس واننا نبقاو نشرحوا لهم ونديطايو لهم الخدمه ديالنا، خصوصا ان الناس كلهم عارفين اننا حنا الا ما تخلصناش ما كتخرجش السلعه ديالنا وكنتخلصوا في لابونك. بالنسبه للناس اللي هما حريفيه او بالنسبه للناس اللي هما كليان ديالنا ما كنلقاوش معاهم هذا المشكل فين تصاب. المشكل تصاب مع الناس اللي هما جدادين باغيين يبداو دي بروجي اللي هما صغيورين، اول مره يتقداو عندنا ما كيعرفوناش، فحنا كنعذروهم وكنلتمسوا لهم العذر، خصوصا ان شحال من واحد اتصل بينا وقال لنا على انه تعرض لعمليه نصب. فكانت الطريقه الوحيده هي اننا نخدموا مع الناس بالشركات اللي هما اللي كيديروا لا ليفريزون ا دوميسيل او توصل حتى لباب الدار. ولكن المشكل اللي كان مع هاد الشركات هادو انهم تيحسبوا لنا اثمنه غاليه. كرتونه صغيره مثلا مع امانه باش توصلك حتى لباب الدار تكون هي صغيره واخا ما ثقيلاش كتوصل حتى ل 100 درهم. فكان صعيب علينا اننا نخدموا مع هاد النوعيه ديال الناس، حيت الترونسبور غيطيح علينا غالي. وانتم عارفين احنا الترونسبور انا ما عنديش علاقه به، انا ما تنخلصوش، ولكن الكليان حيت هو تتقول ليه الترونسبور راه يتقام عليك غالي هيوصل حتى ل 100 درهم، فالناس ما كانوش كيبغيو. الشركات الاخرين بالنسبه للسلعه ملي تكون ثقيله شي شويه هما عاده كيحسبوا ب 45 درهم، ولكن ملي كتكون السلعه ثقيله كتوصل حتى ل 70 درهم 80 درهم. يعني دائما كنطيحوا في مشكل ديال ان الترونسبور غالي. ملي تنقولوا لهم نخدموا مع الكاميونات، حنا للاسف حنا ممكن نخدموا مع الكاميونات بالمقابل. المشكل ديال الكاميونات شنو هو؟ والناس اللي تيخدموا مع الكاميونات راه عارفين هذه الهضره. المشكل ديال الكاميون انه ما كيبغيش يشد من عند الكليان المقابل، وحتى الا شد من عند الكليان المقابل ما هيجيبوا ليه حتى من دابا شهر. يعني اش كيوقع؟ الكليان باع وشرا سلعته، دار الكوموند الاولى والثانيه والثالثه وانا فلوسي مازال ما وصلتش. يعني انا بالنسبه لي غير مناسب انني نخدم مع الكاميونات. كيبقى شنو هو الحل؟ الحل الوحيد هو اننا نخدموا مع شركات ديال النقل. وانا في وقيته ديال الدخول المدرسي مع الضغط ديالو كان صعيب عليا انني نيغوسي مع الشركات، نشوف شكون اللي مناسبه لينا وشكون اللي تقدر دير لينا ثمن مناسب. فهاد لا بيريود من الوقيته اللي حنا سالينا الدخول المدرسي حتى لدابا حنا بدينا كنتيستيو الشركات. حاليا انا قدرت نخدم مع واحد الشركه كتوصل كازا كلها ب 20 درهم، برا كازا المغرب كامل ب 35 درهم. وهذا الثمن هذا هيتصنتوا بزاف ديال الناس معنا على هاد الاوديو هادو، هيعرفوا على اننا حنايا راه ديجا تيستينا هاد الشركات وصلتهم السلعه ديالهم. باش نخدموا هاد الخدمه هادي نحتاجوا شويه ديال الانضباط من عند الناس. حنا عندنا شروط وكنتمنى ان هاد الشروط هادي انها تكون مناسبه لينا كاملين. بالنسبه للناس اللي ديجا حنا كنتعاملوا معاهم كيعرفونا كنعرفوهم، هادوك الناس ما كنهضروش عليهم، كيخدموا معانا بالكاميونات وبالبنكه وعارفين طريقه الخدمه ديالنا وكيعرفونا وكيثيقوا فينا وكنثيقوا فيهم والامور ديالنا سنين وهي غاده معاهم مزيانه. انا كنهضر على الناس اللي اول مره يديروا بروجي او اول مره يتعاملوا معنا، او ناس كيبغيو يديروا مشاريع صغيره عندهم دي كابيتال اللي هما صغيورين، راس مال صغيور، باغي يتقداو ولكن خايف من عمليه النصب. هادشي علاش كنشرح هذا الموضوع كامل ديال الترونسبور. فاحنا في المحل ديالنا حلينا هذا الباب. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوناش واول تعامل هيتعاملوا معنا، فتحنا باب ديال اننا غادي نديروا الدفع عند الاستلام. يعني غادي نديروا لا ليفريزون حتى لباب المحل ويخلص السلعه ديالو تتوصلوا المحل ديالو، ولكن بشروط. الشروط هي انه ما يفوتش لا كوموند ديالو 1000 درهم. الشرط الثاني ان لا بروميير التعامل ديالنا هي باش يعرفنا وباش نفتحوا الباب بيناتنا، ان لا كوموند الاولى فقط هي اللي تكون بهاد الطريقه هذه، ومن بعد غادي نتعاملوا بالخلاص ديالنا كيف المعتاد وكيف حنا كنا معتادين اننا كنتخلصوا هو الاول عاد كنصيفطوا السلعه. حاجه واحده اخرى ان الترونسبور على حساب الكليان، دائما 35 درهم برا كازا، 20 درهم في كازا هيتخلصها الكليان. باش حتى واحد ما توصلو سلاتو ويقول لي لا 35 درهم خلصيها نتيا. لا كوموند ديال 1000 درهم لو ماكسيموم، الا الكوموند فات 1000 درهم ضروري خاصو يعطينا افونس باش نصيفطوها لك. وانا نشرح لكم علاش. لان من هنحلوا هذا الباب هذا حنا ما شادينش فلوسنا باش اننا نتواصلوا مع الناس، وحنا مغاربه وكنعرفوا بعضياتنا. غادي يدخلوا بزاف ديال الناس وهيديروا كوموند ويقدروا من توصل للمدينه ديالهم ما يشدوهاش.
إذا الحل الوحيد باش حنا نخدموا مرتاحين وانتم تخدموا مرتاحين هو غيكون واحد افونس صغيور اللي غادي نقدروا نعرفوا ان هاد الناس هادو فعلا باغيين السلعه ديالهم وفعلا باغيين يتقداو. وهذا الاسلوب هذا وهاد الطريقه هذه اول مره غادي نديروها في المحل ديالنا. كان الهدف ديالها أننا نشجعوا الناس اللي هما في مدن بعادين، اللي عنده 500 درهم ولا 1000 درهم باغي يتقداها بها من عندنا، اللي سبق ليه تعرض لعملية نصب أو خايف أن شي حد يديلو فلوسه، وكيشوف أن هذيك 500 درهم أو 1000 درهم إلا ديبلاصا بها لعندنا بواحد 200 درهم ولا 300 درهم ديال الترونسبور غتنقص ليه من راس المال ديالو، باغي يحافظ على راس المال ديالو وباغي يبدا بهذيك 500 درهم ولا 1000 درهم بالنسبة له هي الفلوس اللي عنده هي الوحيدة اللي قادر أنه يبدا بها كرأس مال. حنا كنحاولوا أننا نشجعوا الناس اللي باغيين يبداو مشاريع صغيرة. مرحبا بكم. حنا حاليا المحل ديالنا ما بقاش في المحطة ديال ولاد زيان، الناس دائما كيسولوا فينكم. حنا ما بقاش المحل ديالنا في المحطة ديال ولاد زيان، حنا المحل ديالنا في قصرية الأبراج في كراج علال، قصرية الأبراج كراج علال. مرحبا بكم. الرقم الوحيد والرسمي ديالنا هو 06 21 25 27 80. هذا هو الرقم الوحيد اللي كيدار في الإشعارات. ومن بعد منين كنعطيوكم رابط الكتالوج ديالنا كتبغيو دوزو لا كوموند ديالكم كيعطيكم نمرة واحدة أخرى. هذيك النمرة حتى هي ديالنا ولكن خاصة بالكليان اللي كيديروا كوموندات. هذاك النمرة منين دير فيها لا كوموند ديالكم الله يجازيكم بخير. حنا كنهضروا مع الناس الجدادين اللي ما عندنا حتى شي معلومه عليهم، الناس اللي تيديروا كوموند ويصيفطها في النمره ديال الكوموندات اللي غادي تخرج ليه مع رابط الكتالوج ضروري يكتب الاسم ديالو، الكنيه ديالو، المدينه ديالو مكتوبه بالعربيه. والله يجازيكم بخير ما تكثروش لي زوديو. من الاحسن اول ما تحط لا كوموند ديالك هي تخلي الاسم ديالك، الكنيه ديالك، المدينه ديالك، حيت حنا كنخدموا باللوجيسيال في الحساب. ما هنقدرش نقاد لك الكتالوج ديالك، ما هنقدرش نحسب لك الفاتوره ديالك الا ما كنتش عارفه المعلومات عليك وفتحت لك كونط عندنا في اللوجيسيال. ومرحبا بكم. واي واحد بغى يسول اي سؤال على الطريقه ديال الخدمه ديالنا بالدفع عند الاستلام مرحبا به. وحنا ابتداء من اليوم خدامين كنشدوا لي كوموند للناس. الناس اللي هما في كازا مرحبا بكم. عندنا 20 درهم ديال الترونسبور غتحسب عليكم ولكن غتوصلكم حتى لباب المحل فين ما كنتي في كازا. الناس اللي هما برا كازا 35 درهم ديال الترونسبور غادي توصلكم حتى للمحل ديالكم فين ما كنتو في المغرب كله. ومرحبا بكم في محلنا ديال غوسيس.